ابن أختي زنقني والسباك خلى صوتي يوصل للشارع. انتوا مش متخيلين اللي حصل لي. أنا لحد دلوقتي بحاول أستوعب اليوم ده لأنه كان تقيل قوي عليا، واللي حصل في آخر القصة صدمني لحد دلوقتي. وأعرفكم عليا، أنا ليلي، عندي حالياً 42 سنة. كنت متجوزة قبل اللي حصل. طبعاً انتوا عرفتوا إني اتطلقت بسبب اللي حصل وعلى يد السباك وابن أختي. الحكاية ابتدت لما أختي قررت تسافر تعيد شهر العسل مع جوزها، على أساس إن ده هيصفي نفوسهم وهيهدي الدنيا بينهم، لأن كان في مشاكل كبيرة بتحصل بينهم كل شوية، وعلشان كده قرروا ياخدوا فسحة يهدوا نفسهم فيها. وطبعاً ابنها ملوش مكان غير عندي، أنا أختها الوحيدة، وملناش إخوات، وبابا وماما ميتين، فمفيش مكان ينفع يروح فيه غير عندي. وافقت. هو طفل عنده 13 سنة، بس مش عيل صغير طبيعي خالص. أنا بصراحة بخاف منه جدا. هحكي لكم موقف يعرفكم مين خالد اللي المفروض هو طفل. في يوم أسود كنت نازلة معاه، كان هو سنه 10 سنين. قال لي عايز لعبة كان سعرها وقتها 4000 جنيه، وأنا طبعا مش ماشية في الشارع بالمبلغ ده. وقلت له بص، هروح وبإذن الله هحوش واجيب لك اللعبة على العيد. الطفل مشي معايا ساكت وهادي وعادي لحد ما وصلنا لحفرة كبيرة في الشارع، ولقيته بيشدني وبيقول لي عايز أوريكي حاجة. علشان أخلص من الشد قلت أشوف ماله، لقيته بيقول لي بصي الحفرة عميقة قد إيه. أنا حسيت إن في حاجة غلط، بس فجأة لقيت نفسي مقلوبة في الحفرة، والولد بيرمي عليا تراب وفرحان إنه رماني، وبيقول لي علشان تتعلمي لما أقولك حاجة تعمليها. المهم الحمد لله الحفرة كانت نص متر. أنا اتبهدلت ودراعي اتكسر، وكفاية إني شكلي كان محرج جدا، بس الحمد لله موقف وعدي يعني. في مرة تاني مع أستاذ خالد كنت واخداه ورحت محل ملابس حريمي، ودخلت أقيس في البروفا توب عادي جدا زي أي ست عادية، ومش مدية خوانة، وما كنتش أتخيل إنه ممكن يعمل أي حاجة أصلاً. بس هو الغرفة بتاعت البروفا كانت متقسمة ل6 غرف صغيرة. أنا سمعت في الأوضة خضة من أوضة، توقعت إنه هو، بعدين سمعتها فاكراه طفل عادي طبيعي. هو يا حبيبي فتح عليها الباب وهي بتغير. لما لقت إنه طفل استوعبت الموقف وكانت فاكراه طفل عادي، بس خالد مش عادي. هي كانت واقفة بحمالة الصدر، خالد نتش الحمالة قطعها. الست كانت في حالة صدمة، اللي هو أنا مع متحرش ولا مع طفل؟ وطبعا لحقت الموقف علشان ما يحصلش فيه أسوأ من كده. وللأسف حكايات خالد ما انتهتش عند كده. أنا كل ده بحاول بس أخليكم تستوعبوا خالد عمل إيه فيا حرفياً. آخر حاجة هقولها لكم عن خالد حبيبي، هو بيعرف يعوم من وهو 5 سنين كويس جداً. كنا زي أي عيلة طالعة مصيف عادي جداً، وكنا فاكرين إن معانا طفل، بس ليكم إنكم تتخيلوا إن الطفل ده اتسبب إنه يودينا شرطة السياحة. أيوة، أعتقد إنكم فهمتوا هو عمل إيه. كنا في قرية سياحية، وده في البسين شاف إنه الأجانب بيلبسوا مايوهات فيها خيط، أكيد حضراتكم عارفينها. نزل البسين وفك أول مايو. الست قعدت تصرخ، وأخينا خد المايو وجري، وياريته سكت. الحمد لله قدرنا نراضي الست بعد الفضيحة اللي كانت فيها، والقرية منعتنا إننا ننزل بسين خالص. قلنا مفيش مشكلة، الحمد لله إنها جت على كده. السياح كانوا حاطين على المنشر المايوهات بتاعتهم. يروح خالد بالليل يعدي على الغرف اللي بتبص على البحر ويلم كل المايوهات، وياريته يسكت، لكنه عمل فيديوهات على الفيسبوك عن المايوهات بتاعت البنات دي، وبيحكي عن رأيه فيها وبيوريها لأصحابه في اللايف. طبعا دلوقتي انتوا فهمتوا مين خالد أعتقد. وزي ما قلتلكم، أختي هتسافر مع جوزها وأنا هيقعد معايا خالد للأسف، واضطريت إني أقبل. المهم خالد حبيبي جه سلم عليا طليقي شريف، اللي كان بجد بيخاف منه على البيت وعلينا وعلى البشرية. ولقيت في آخر الليل شريف بيقول لي
أنا مش مرتاح لابن أختك، ومش حاسس إن كان صح إنك تجيبيه يقعد معانا. طبعا زعلت منه، واتخانقنا لحد ما فجأة لقينا خالد بينده. طلعنا نشوف فيه إيه. لقينا خالد ماسك حنفية الحمام وخلعها من مكانها، والمية مغرقة الدنيا. طبعا قفلنا المحبس، ونزل شريف يجيب سباك. موقف عادي جدا، ممكن يحصل في أي أسرة، عادي. طبعا كان لازم أعاقب خالد، وإلا الشقة هتتدمر، وعلشان كده ضربته. وقال لي: انتي بتضربيني؟ طيب وأنا هوريكي، استني بس عليا. أنا كنت فاكرة إنه ده كلام عيال، بس لأني عارفة هوايات خالد الغريبة قفلت الدولاب اللي فيه ملابسي الداخلية بالمفتاح علشان أمان أكتر، وكنت فاكرة إن ده آخر حاجة ممكن يعملها. بس نسيت الغسيل خالص، أو ما جاش على بالي أصلاً. المهم شريف جاب سباك. الراجل دخل يشوف اللي حصل، وسايب شنطته في الطرقة بره الحمام، وأنا جوه الأوضة، وخالد كل شوية يطلع ويدخل، ومش عايزة أتعامل معاه علشان مش عايزة جنان، وكل تفكيري شريف أساساً مش طايقه، ومش حابة أضربه ولا حاجة. فشريف يتدخل، فأختي تزعل والموضوع يكبر. ده كل تفكيري. والوقت عدي، وكل حاجة تبان طبيعية، مفيش أي شيء يشككني في أي حاجة خالص. لحد ما دخل عليا خالد. كنت قاعدة مع شريف، ولقيته بيقول لي: خالته، هو السباك ده اللي كان بيجي لحضرتك في شقة جده؟ أنا بصيت له، واللي هو: انت عبيط؟ ده مش هزار، ده يخرب بيتي. لقيته بيقول لي: يا طنط، آسف، نسيت إنك قلتيلي ما أقولش الكلام ده قدام عمو شريف. طبعا شريف وشه احمر، وأنا بضرب الواد، وده شايفني متوترة، بس مش عارف يصدق ولا لأ. وبعد ربع ساعة لقيت خالد داخل عليا بيقول لي: خالته، عايز أقولك سر. قلت له: سر إيه؟ قال لي: أنا شفت السباك بياخد العلبة القطيفة الحمرة بتاعتك اللي فيها الدهب. قمت جري أطمن على دهبي، العلبة مش موجودة. قلت له: إيه اللي طلعها من دولابي؟ قال لي إنه هو، وشاف عمه السباك لقاها وحطها في شنطته. السباك كان من حظي بيصلح شغل عند الجيران بتوعنا لسه. أنا صرخت صراخ ما تتخيلهوش، ونزلت جري، وشريف ورايا، وخالد بيعمل حاجة غريبة قوي، بيصور بالتليفون. محدش كان واخد باله منه، بس أنا دخلت زي المجنونة عند الجيران، ومسكت شنطة الراجل السباك، وبزعق وزي المجنونة، والراجل اتخض من منظري. وكبيت كل حاجة في الشنطة على الأرض قدام جيراني والسباك والناس، وخالد بيه بيصور لايف على التيك توك والفيسبوك. واتفاجئ بإن ملابسي الداخلية اللي كانت في الغسيل، يعني الوسحة، قدامي طالعة من شنطة الراجل. أنا حسيت إني اتشليت، حسيت إني مش قادرة أقف، مش عارفة أستوعب. وللأسف كانت الحاجة وسخة جدا، فالمنظر كان بشع، وأنا بيتبص لحاجتي بعد الدخلة اللي كنت دخلاها. ولقيت خالد بيقول: إيه ده يا خالته؟ نسيتي الأندرات بتاعتك مع السباك لما كان بيجيلك في شقة جده؟ والراجل نفسه كان مذهول من اللي بيسمعه، وزعق، وكان خايف. أما شريف جوزي طلقني وإحنا في الموقف نفسه. بس كل ده كوم، واللي عمله خالد كوم تاني خالص. إحنا مولعين في بعض، وحبيبي ماسك ملابسي الداخلية بيصورها بالتفاصيل، وبيشرح للمتابعين بتوعه أهمية النظافة الشخصية، وكاتب عنوان اللايف: خالتي مش نظيفة. يمكن مستحيل تتخيلوا كم المشاكل اللي اتحطيت فيها. أنا في الأول ما كنتش مستوعبة، لحد ما عيل قابلني في السوبر ماركت قال لي: انتي خالد الوسخة. وبقى في ناس بتضيفني على السوشيال ميديا وهم بيقولوا لي: انتي الوسخة. انتوا مهما اني قلتلكم نظرات الناس، ونظرة جارتي، والفيسبوك، ونظرة السباك، وطبعا اني اتطلقت بالرخص ده، وشريف خد بعضه ومشي وسابني في الموقف ده. الموضوع بيوجع بجد فوق ما تتخيلوا. الحكاية لحد هنا خلصت، وعايزة أقول لكم إن الحكاية مستوحاة من قصة حصلت فعلا، بس طبعا غيرنا أسماء الأبطال، وأحداث شلناها لأنها ما كانتش ينفع تتعرض. وحابة أسمع رأيكم، هل ممكن تتخيلوا إنه العيال تعمل كل ده والكوارث دي، وممكن تدمر حياة حد كده؟ وشايفين الطفل اللي زي ده يتعاملوا معاه إزاي؟ وللرجالة، عايزة أعرف لو انتوا مكان شريف
هتعملوا زيه ولا هيكون موقفكم إيه؟ مستنياكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.